السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أعزائنا المشاهدين، معاكم أحمد رشدي وسلسلة حلقات عظماء الأمة، شخصية في حدوتة. ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. قصتنا النهاردة قصة النبي شيس ابن آدم عليه السلام، أول من كتب الوحي. بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام لم يترك الله الأرض بلا نبي يرشد الناس، فبعث شيس ابن آدم عليه السلام نبيا ليكمل دعوة الحق ويكون خليفة لأبيه آدم في الحكم بين الناس. ولد شيس بعد قتل قابيل لأخوه هابيل، وكان تعويضا لآدم وحواء عن ابنهما الصالح الذي قتل ظلما، ولذلك أطلقوا عليه اسم شيس، ومعنى اسم شيس هو عطية الله. يقال أن النبي شيس كان أول من كتب الوحي بالقلم، وهو الذي علم الناس الكتابة، وكان ينقل إليهم تعاليم الله كما أوصاه سيدنا آدم عليه السلام. وفي عهده بدأت مظاهر الفساد في الأرض، حيث كان نسل قابيل يعيش في أماكن منفصلة عن نسل شيس، وكان نسل قابيل منحرفا انحرافا شديدا ويغرق في المعاصي، بينما نسل شيس كانوا يعبدون الله ويبتعدوا عن الفسق والفجور. لكن مع الوقت بدأ بعض الناس يتركون طريق الصلاح، وكانت هذه هي بداية ظهور الفساد في الأرض من بعد سيدنا آدم عليه السلام. عاش شيس عمرا طويلا، وبعد وفاته أوصى بأن يكون الحكم من بعده لأحفاده الصالحين فقط، وأوصاهم بالحفاظ على دين الله. ولكن الفساد انتشر أكتر وأكتر وأكتر بعد وفاته. وبكده تكون خلصت قصة نبي الله شيس ابن آدم عليه السلام.